في موضوع آخر، تعرض أول أمس أستاذ بمدرسة المريسية الابتدائية بعين وسارة في ولاية الجلفة إلى الطعن على مستوى البطن من طرف تلميذ يدرسه، وهذا بسبب واجب مدرسي. الحادثة لا تزال تصنع الحدث بولاية الجلفة وخلفت صدمة في أوساط التلاميذ. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلنا من الجلفة كريم يحيى. بهذه الابتدائية بعين وسارة وقعت حادثة تعد سابقة في تاريخ قطاع التربية بالجزائر، حيث أقدم تلميذ في السنة الخامسة ابتدائي على طعن معلمه باستخدام سلاح أبيض. هذا التلميذ ما كتبش الواجب، شلح السكين حاطه في ذراعه، داير روحه ضرته كرشه. كي راح ليه قال له طفل، قال له الشيخ روح ليك ما كتبش التمرين. الشيخ جا راح يجيب في المطا العصا، خابطه في ضربه في الكرش وجبد هكذا كل شغل فتحه. كي جيت لقيت التلاميذ خارجين من القاعه، ومن بعد لقيت التلميذ عزوز ضرب المعلم تاعو بالموس. يا اخي جيت نشوف لقيته قاعد طايح في الارض دمومات. التلاميذ واولياؤهم استنكروا ما حدث للمعلم وانتقدوا بشده تصرف التلميذ الذي اساء كثيرا للمدرسه. استاذ قراني 5 سنين ولا 6، من هذوك نجيب موس ونضربه ما نقبلوش هذا تصرف. معلم حليله، لانه المعلم ثاني راه في ضغوطات، راه يقري ويتعب وكذا، الله غالب. والتلميذ انا ربي داخل، ولكن التلميذ الشارع بعض الاحيان الشارع ما يرحمش. ما حدث في مدرسه مريسي محمد بعين وسارة يعكس الانتشار المقلق للعنف بالمنظومه التربويه ووصوله الى دائره الخطر.